تعتقل الحكومة الصينية أكثر من 1,000,000 من الإيغور في مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي في ظروف اعتقال قاسية، ويتعرض السجناء للتعذيب والعديد يموت داخل السجون. ويتركز عمل الحكومة على غسل أدمغة السجناء. ونشرت الكثير من وسائل الإعلام العالمية تقارير موثقة عن وسائل الاضطهاد والتعذيب الممارسة بحق المعتقلين. وإن التقرير الأخير لمسؤولي الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الصين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جعلت قضايا الإيغور غير مسبوقة في التاريخ، وأصبحت مركز اهتمام وسائل الإعلام في العالم. وبالرغم من ذلك تواصل الحكومة الصينية اعتقال واحتجاز الأبرياء، وتقوم ببناء مراكز جديدة للاعتقال وتعذيب المعتقلين. ووفقا للتقارير توفي في الفترة الأخيرة 7 من الإيغور في مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي لأسباب غير معروفة. قامت الحكومة الصينية بتوسيع عمليات الاعتقال والاحتجاز والاضطهاد على نطاق واسع في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، بما في ذلك التحقيق مع الإيغور في خارج البلاد وقمع عائلاتهم في شينجيانغ. وجذبت انتهاكات حقوق الإنسان الذي يواجهه الإيغور اهتماما واسع النطاق من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأعضاء الكونغرس الأمريكيين ووسائل الإعلام العالمية. ووفقا للتقارير تعاملت الحكومة النرويجية مع انتهاكات حقوق الإنسان الإيغورية قبل إجراء تحقيقات دبلوماسية مع الحكومة الصينية، وإجراء مزيد من التحقيقات مع الإيغور الذين يعيشون في النرويج للتحقق من الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة الصينية. اعترفت قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الأول من سبتمبر بأن قوات التحالف متعددة الجنسيات أخطأت في 9 من أغسطس في عملياتها في الجزء الشمالي الغربي من اليمن، قائلة إن قوات التحالف ستتخذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن قصف الحافلة التي كانت تقل أطفالا، وقد تسبب القصف في مقتل 51 شخصا بينهم 40 طفلا. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قرغيزستان في الأول من سبتمبر في زيارة رسمية تستغرق يومين. وفي نفس اليوم عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وبعد المحادثات تم التوقيع على سلسلة من الوثائق والتصريحات من قبل قادة البلدين. وفي 2 من سبتمبر سيحضر رؤساء دول البلدين منتدى أعمال رجال أعمال أتراك من قرغيزستان، كما سيتم وضع حجر الأساس لبناء مبنى جديد في القسم الطبي في جامعة ماناس، وسيتم حضور حفل افتتاح مسجد جديد في بيشيك. كما سيحضر أردوغان مراسم افتتاح دورة الألعاب العالمية الثالثة، وسيحضر الاجتماع السادس لرؤساء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في 3 من سبتمبر. وفقا لتقارير وسائل الإعلام في الصباح الباكر من 2 من سبتمبر تعرضت قاعدة المزة الجوية في العاصمة السورية دمشق إلى العديد من الانفجارات بسبب هجوم بالصواريخ، ولكن الإعلام السوري الذي تديره الدولة قال إن الانفجارات وقعت بسبب انفجار ذاتي في مخازن للسلاح.